طلاب تالتة اعدادي، في سؤال مهم جدا كده ممكن يجي لك في الامتحان، فاقول لك السؤال ده بيتكلم عن ايه. ولكن يا صديقي ما تنساش تدعمني بمتابعه للصفحه عشان يوصل لك كل حاجه. اول حاجه يقول لك دلوقتي ما اوجه الاختلاف والشبه ما بين المجلس العالي ومجلس شورى القوانين. طيب بص يا صديقي، اول ما تشوف السؤال ده كده لازم تشغل الجمجمه شويه. طيب اول حاجه، هو ايه المتشابه ما بين الاتنين؟ ما هي المجلس العالي كانت عملها ايام محمد علي، ودي مجالس سوريه لا قيمه لها. طيب ومجلس شورى القوانين برضو اتعملت ايام الاحتلال البريطاني، ودي برضو مجالس سوريه لا قيمه لها. يبقى المتشابه ما بين الاثنين هقول له كده مجالس سوريه لا قيمه لها. طيب رقم اتنين بقى المختلف، هقول له كده ان المجلس العالي ده اتعمل ايام محمد علي، انما مجلس شورى القوانين هقول له كده ان هو اتعمل ايام الاحتلال البريطاني. وكده نكون حليت السؤال بمنتهى البساطه وبمنتهى السهوله. يلا بقى خد السؤال ده كده لو انت عارفه واكتبها لي في التعليقات. سؤال سهل جدا، بيقول لك ان مين هو اللي عمل مجلس شورى النواب سنه 1866. وخد بالك ان السؤال ده ان شاء الله هيجي لك في امتحان اخر السنه.